بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، مرحبا بكم يا أغلى مشتركات، ولأول مرة ينضموا للقناة أهلا بكم ونورتوني. وصفتنا اليوم هي بريوش ولا أروع، يجي قطني خفيف هايل. الوصفة هذه راح تنسيك في جميع أنواع البريوش. نبداو على بركة الله. نجيب ان ريسيبيان ندير فيه كاس حليب دافي، الكاس اللي يهز 250 مليلتر، كاس ماء دافي، ملعقة خميرة الخبز، نص كاس سكر، نخلطهم مليح حتى يتجانس الخليط. ونزيد نص كاس زيت، بياض حبة بيض، والصفار خليته ندهن بيه، نص ملعقة لافاني، تقدري ديري زيت دو سيترون. دوك نبدا نزيد في الفرينة، نزيد الكاس الاول ونزيد نصف ملعقة ملح، كيس خميرة الحلوى، ونزيد الكاس الثاني تاع الفرينة والكاس الثالث، ونلم العجينة. الكاس الرابع، الكاس الخامس، الكاس السادس نزيد منه نص، نص الكاس الباقي نفرغه لهنا، ونحط العجينة تاعي وندخل الفرينة كاملة. العجينة هذه لازم تجي خفيفة ما تجيش يابسة. أنا لهنا درت 6 كيسان فرينة. ندير شوية زيت في يديا ونلم العجينة، نجيب الباسينة اللي درت فيها نحط فيها شوية زيت، نحط فيها العجينة تاعي، نديرها في مكان دافي ونخليها تخمر. العجينة لهنا راهي خمرت، جات عجينة ما شاء الله. نحطها في البلان دو طرافاي ونستعين بالفرينة ونديرها كويرات صغار. وندير لها هكذا أشكال بالمقص، ندهنهم بالبيض الأصفر وندير لهم شوية سكر من فوق ونخليهم يخمروا. بعد ما يخمروا نطيبهم في فرن سخون على درجة حرارة 160 درجة. البريوش تاعي راهو واجد، هاو أمامكم، جا هايل روعة، يستاهل التجربة. نتمنى ينال إعجابكم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.